صباح الفل. موضوع ليه علاقة بالعربيات أو أسعار العربيات في مصر، يعني إيه اللي غيرها الفترة الأخيرة. امبارح بتفرج على عمرو أديب بالليل، استضاف هشام عز العرب في التليفون، وكانوا بيتكلموا في موضوع خطر قوي، موضوع القروض الاستهلاكية. إن إحنا عندنا في مصر الناس بتاخد قروض استهلاكية وصلت لتريليون جنيه، نصهم من البنوك المصرية اللي هما مش مكملين 40 بنك، والنص التاني من شركات التمويل. شركات التمويل في مصر بيقولك تخطت 2500 شركة تمويل. يعني انت عارف طبعا شركات التمويل بتديك كارد، يعني فاهم، بأقل تسهيلات، يعني ممكن بصورة بطاقتك كده ويجري. وغير التسهيلات هي بيبقى فوائدها عالية جدا. الفكرة هنا هم اتكلموا في حاجة خطر قوي، ان القروض بقت سهل الواحد ياخدها، يعني والقروض الاستهلاكية دي الناس بتاخدها، يعني بيجيبوا تلاجة وبوتاجاز وعربية واكل وشرب وعلاج. فدي خلت قيمة الحاجة نفسها الحقيقية زادت. يعني مثلا لو العربية ب500 ألف جنيه، انت لما بتيجي تاخدها كارد على 5 سنين 10 سنين ايا كان المدة، وانا برشحش القروض وما بحبهاش لان هي فيها شبه حرمانية او حرمانية اكيدة، يعني لان انت بتسدد الجنيه باكتر من قيمته. يعني خلت عربية مثلا ب500 ألف جنيه بقت ب800 ألف جنيه، فده بيفرق معاه في إعادة البيع، وسهل عملية شراء العربيات كانت عمرها ما هتتباع. عربيات صيني واحد مش عارفها اصلا، مش عارف اساميهم وموديلاتهم من كترهم. يعني كل شهر تلاقي طالع لك عربية جديدة، كل اسبوع عربية جديدة. طيب انا عايز اعرف بس مستقبل العربيات دي هيبقى ده موضوع تاني، ان احنا نشوف مستقبل العربيات الصيني دي بعد 3 سنين 5 سنين 10 سنين هيبقى مصيرها ايه، اذا كان حالة العربية، توفر قطع الغيار بتاعها، إعادة البيع. هنتفرج يعني، هنشوف، ادينا قاعدين بنتفرج يعني. فده سبب من اسباب برضو زيادة اسعار العربيات الزيرو، وبناء عليه زاد العربيات المستعمل. فده موضوع خطر. فقول لي انت رأيك فيه. انا شايف بصراحة ان الموضوع ده فعلا خطر، ولازم الدولة تتدخل ان هي توقف المهزلة دي.